السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وفي هذه النشرة الجوية إن شاء الله الخاصة بتوقعات أحوال الطقس، والتي نقدمها لكم من خلال آخر تحديث لنموذج الأوروبي أو سي ام دبليو اف تاع كيلومترات. تغير كل شيء مشاهدينا الكرام، من الأسوأ نحو الأحسن ونحو الأفضل، وتغيرات مبشرة، تغيرات إن شاء الله بدءا من هذا الأسبوع. أمطار عاصفية مرتقبة بهذه المناطق، كما تهم بلادنا إن شاء الله بدءا من يوم 20 يناير. إن شاء الله منخفض أطلسي بقوة 998 إكتو باسكال. ابقوا معنا، تابعوا هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك ودعمنا بلايك، جزاكم الله. بدءا من هذا اليوم نلاحظ إن شاء الله مرور السحب إن شاء الله بأقاليمنا الجنوب شمال شرق أقاليمنا الجنوبية، والتي قد تعطي بعض القطرات المطرية. وفي توقعات يوم غد الثلاثاء 14 يناير مرور السحب من الأجواء العليا والمتوسطية بوسط البلاد وبالواجهة المتوسطية. وبالنسبة ليوم الأربعاء إن شاء الله فالأجواء نلاحظ أجواء غائمة بالجهة الشرقية، قد تعطي بعض القطرات المطرية. وبالنسبة ليوم السادس عشر يوم الخميس القادم إن شاء الله الأجواء غائمة بالجهة الشرقية. وبدءا من يوم الجمعة السابع عشر إن شاء الله، هذا أول جديد في حالة الطقس مشاهدينا الكرام. فبدءا من يوم الجمعة السابع عشر يناير دخول إن شاء الله أمطار الخير على بلادنا بدءا من الشمال الغربي للبلاد، حيث تهم بدءا إن شاء الله تساقطات مطرية معتبرة ومهمة، كل من طنجة، أصيلة، العرائش، تطوان، شفشاون، لالا، ميمونة، كامنة، سيدي علال، تازي، كما تهم إن شاء الله سيدي سليمان وقرية بومعن وتاونات وأكدول وتازة وتهلة. تساقطات مطرية مهمة، وتستمر هذه التساقطات المطرية إن شاء الله تأخذ طابع عاصفي خلال الفترة المسائية والليلة القادمة إن شاء الله، بكل من وجدة، توريت، ناظور، حسيمة، بابل، طنجة، أصيلة، العرائش، سيدي سليمان والرباط. كذلك إن شاء الله وزان، كامنة، ولالا ميمونة والقنيطرة، كل هذه المناطق مشمولة بتساقطات مطرية قوية. الفترة المسائية إن شاء الله استمرار تساقطات مطرية لتأخذ طابع عاصفي إن شاء الله خلال الليل بعدة مناطق، وأمطار جد قوية إن شاء الله، وكذلك تساقطات ثلجية مرتقبة إن شاء الله بجرادة وعين بني مطهر وعاطف. أمطار عاصفية مرتقبة بتوريت، بتينديت، تازة وتهلة وتونات وقرية بومحمد، فاس، مكناس، سيدي سليمان، سيدي علال، تازي، كامنة، وزل، لالا، ميمونة، الساكن، تابودا، شفشاون، تطوان، طنجة، أصيلة، العرائش، الناظور والحسيمة إن شاء الله. وقد تمتد هذه التساقطات المطرية إلى الدار البيضاء والجديدة وبن سليمان والرماني. وخلال الليل إن شاء الله منتصف ليلة السبت تصل هذه التساقطات المطرية إن شاء الله بشكل عاصفي إلى المناطق التالية، حيث تشمل إن شاء الله أولاد فرج، الجديدة، بالرشيد، القارة، بن سليمان، الرماني، والماس، خميسات، مكناس، ميسور، خنيف، راس كورة، مداز، وإفران. كما تهم إن شاء الله هذه التساقطات المطرية وتطعاج وتبا وميدالت، وكذلك بعاطف، قرسيف، تازة، تهلة، فاس ومكناس. تستمر الحالة الجوية إن شاء الله خلال الفترة الصباحية بنتاجيت وميدالت وتطحاج، قيقو، خنيفرة، خريبكا، وسطات. كما تتميز الجهة الشرقية إن شاء الله، الشمال الجهة الشرقية بتساقطات مطرية إن شاء الله بوجدة، بركان، ناظور، دري، والشاوريرت، وكذلك بجرادة. أما بخصوص الأيام القادمة إن شاء الله، خاصة يوم الأحد القادم ويوم الاثنين، فتتميز الحالة الجوية بمنخفض أطلسي بقوة 1002 هكتو باسكال متمركز غرب البلاد، يتوغل تدريجيا بدءا من يوم الاثنين والثلاثاء القادم ويوم الأربعاء إن شاء الله، منخفض مدفوع بكتل هوائية باردة. مشاهدينا الكرام، أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.